في كتابه فلسفة الثورة كتب جمال عبد الناصر عن إن المجتمع المصري بعد الثورة كان مجتمع غير ناضج سياسيا، وإن لازم يبقى فيه مرحلة انتقالية تقودها قيادة قوية قبل ما يبقى فيه ديمقراطية كاملة. الجملة دي بقت بتتقال بعد كده إن الديمقراطية السليمة لا يمكن إنها تقوم في بلد متخلف. الديمقراطية هي المخرج، صدقوني. البلد مش جاهزة للكلام ده. الديمقراطية هي الديمقراطية. الإصلاح محتاج حزم، والثورة ما تنفعهاش الإجراءات المايعة. إما الثورة وإما الديمقراطية. مظبوط. بس هل فعلا مصر كانت دولة متخلفة قبل الثورة؟ يعني كل اللي كنا بنسمعه عن الفلوس والقصور والبشوات والبرلمان والأحزاب السياسية كان كذب؟ ولا عبد الناصر هو اللي كان مقيم الأمور غلط؟ بس قبل ما نجاوب على السؤال ده تعالى نرجع تاني لكتاب فلسفة الثورة ونشوف مبادئ الثورة اللي كتبها الرئيس بإيديه. أولاً القضاء على الاستعمار وأعوانه، ثانياً القضاء على الإقطاع، ثالثاً القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، رابعاً إقامة جيش وطني قوي، خامساً إقامة عدالة اجتماعية، سادساً إقامة حياة